يا شباب حياكم الله. كنت نايم وحلمت ان انا في لجنه الامتحانات ومش عارف احل، فصحيت من النوم مخدوق جامد جامد قوي، مش من الحلم، لا على ان السوشيال ميديا مقلوبه. قلت خير يا جدعان الامتحانات اتاجلت؟ لا. ايه طب الاسعار غليت تاني؟ لا. امال في ايه؟ في بيف والله انا جعان. لا مش البيف ده، في بيف بين اياد الموجي وكنز المدبولي. قلت دول اكيد اتنين رابرز بيدسوا في بعض مالناش دعوه بيهم. اصل حوار الدس ده حوار فكسان، كل رابر فيهم بيقعد يشتم في التاني، واللي يشتم اكتر ودانك تجيب دم من كلامه وهو اللي بيكسب. ما جبتش نتخانق، ما جبتش. فقلت اما بص من باب الاحتياط، فعملت سيرش على كنزي، لقيت كنزي منزله كميه ستوريز اكتر من الراجل بتاع الاهداف في الستوري. فعملت سيرش كمان على اياد الموجي، لقيته منزل فيديو مدته 26 دقيقه. فقلت ايه الزهق ده؟ امال فين الدس والبنشات والشتايم والاهانه؟ فين الحمام؟ فاكتشفت ان هم صناع محتوى اصلا، واتاري البيف مش في الراب بس، وانا اللي معلوماتي ضيقه. ايه انت فاهم حاجه؟ لا بس عشان يبص لي. وبعدين فقلت لا احنا نعمل قعده عرب وكل مشكله وليها حل. فلقيت كنز بتقول هو اللي بدا، فاكتشفت ان محتوى الراجل كله طريقه على خلق الله. ممكن نقول باختصار ان كل دول لا يا اياد مالكش حق تتريق على الناس الصراحه، خصوصا ان لما دخلت عندها محتوى كان بسيط جدا، يعني هم بتوع ميت ستوري بس كلام فارغ. ده غير يا جدع ان مامتها كانت تعبانه. عارفه ان العمليه بتاعت ماما ان شاء الله سهله، بس في كذا حاجه الدكاتره قالوها. A few moments later. بص احنا ممكن نحلل البيف، واللي كلامه اجمد هو اللي يكسب. ماشي. ومبدئيا الحوار بدا من عند الاخ اياد الموجي لما جاب سيرتها في الفيديو. هتقولي كده نقطه لاياد؟ لا نقطه لكنزي عشان هي مسحت له الفيديو. البس. بعدين ردت عليه بحوالي 30,000 ستوري مثلا، وقالت فيهم كلام صعب جدا. انت لايفلس. صح انا كده، انا مش كده يا فاطمه؟ انت كمان انسان مشوه. يا لهوي يا خرابي، قويه دي قويه. وطبعا اياد اول ما شاف الستوري قال لك محتوى، فعمل فيديو يرد على الستوري دي كلها. كميه الستوريز دي وبتقول عليا انا لايفلس، يخرب بيت البجاحه. خدوا بالكم الانسه كنزي عمرها ما حرضت حد انه يشتم حد تاني نهائي. دايما يا جماعه بقول لكم مش معنى ان انا بشتكي من كومنت حد او بشتكي حاجه ان انتوا تخشوا يا جماعه تشتموه او كده. كلك ذوق والله العظيم يا استاذه كنزي، كلك ذوق. بس لا انا عايزاكم تخشوا تشتموه. كلك قله ذوق يا كنزي، والله كلك قله ذوق. انتوا كده انا وانت موتوني من الضحك. وبالفعل الناس دخلت تشتمه على الانستا او تشتم الكوتش بتاعه على حسب. صح انت ازاي حضرتك لايفلس وكمان مش عارف تربط الكوتش بتاعك يا دكتور اياد؟ بقالك 7 سنين في كليه طب مش عارف تربط الكوتش بتاعك. هو في كده؟ يا هو ايه موضوع رابط الكوتش ده؟ هل يعني لو كنت رابط الكوتش كان هيخشوا يقولوا ايه؟ طيب يعني لو كنت رابط الكوتش كانوا هيتسوحوا اللي هو الكوتش مربوط والصوره ما فيهاش اي مشكله. يا نهار اسود، هنعمل ايه دلوقتي يا كنزي؟ بس اياد تمسك اكتر وقرر يكمل تأليف في الستوري بتاعتها. نصيحة اليوم: بدلا من ان تبادر بالهجوم على الشخص الناجح، بادر في ان تصبح اكثر نجاحا منه، ذلك هو الفرق بين الحقد والطموح. حلوه قوي ابيع نفسي دي، ناخدها واديله 50 جنيه. انا مش عارف اشكركم على كل حاجة بتعملوها معايا ازاي، بتسألوا عليا، بتخافوا عليا من قلبكم، حافظين ميعاد ادويتي وميعاد هرمونات. ايه والله فعلا الموضوع يخوف. تخيلوا انا فان الاستاذه كنزي وعارف ميعاد الادويه، وبعدين الحقيقه انت مالكش حق تتكلم يا استاذ اياد. انت حقيقه عندك 7000 فولورز على الفيس، يعني شايف الفرق بين ده يا نهار ابيض. ايه ده غير انه رد على حوار المتابعين رد مفحم الصراحه. انجازاتي في الحياه ان انا اعمل صفحه. استاذه كنزي مش معنى حضرتك لو باقه النت عندك خلصت فشخصيتك تخلص الناس كلها زيك. انا حضرتك انجازاتي في الحياه مالهاش علاقه بالسوشيال ميديا. وفي الاخر اياد قال ان الفيديو هزار مش تريقه اصلا. اعتقد لو كنت جوتي قلت لي زيك زي حرفيا 100 واحد قبلك انا الفيديو ده مش عاجبني، انا مش حابه ان انت تتكلم عليه بالطريقه دي، انا الموضوع ده ضايقني، الهزار ده ضايقني، انا مش متقبله الهزار، حرفيا كنت امسح الفيديو. والله انت راجل محترم. بس بعد كده برضو الفيديو اتمسح. البس تاني يا بطل. وفي الاخر غلطه اياد في حاجه واحده بس، انه ما استاذنش الطرف الاخر قبل ما يعمل الفيديو. هتقولي على كده بقى يا معز انت استاذنت؟ لا برضو. وفي الاخر هسالك من وجهه نظرك مين اللي كسب البيف؟ لو قلت لي كنزي فانت غلطان، انما لو قلت لي اياد اللي كسب فانت برضه غلطان، عشان انا من رايي الذي لا قيمه له ان اللي كسب واحد بس، ترندات الافريقي اللي انا مضيع عليها الباقه كلها. اتفرج يا صاحبي الفاجر، انا اللي فرقع، انا مضيع المطرشم. وما تنساش تحط الرياكت والشير وتعمل منشن لصاحبك لو الفيديو عجبك. سلام يا رجاله.